مش مشكلة. بس هو هتيجي في المراية. انا بحاول. احنا هنتكلم النهارده عن ضرورات الشمس الجديده في 2011 ضرورات شمس الحريق وتبدا حاجه يعني كل حد ونشوف برضه نوري حضرتك برضه. يعني حضرتك لو في نظاره ما يكونش المكتب بتاعتها باينه قوي. شاور عليه هو ممكن تخليها بس براحتك بس اقول له عشان يشاور عليه كده. انا عشان ده ناس ابقى كادر مخنوق مش عارف ده انا عندي هنا في الازاز شادد معايا شادد ده اعلان. طب ما انت كلها ماركات هتبقى اعلانات، ما دي المشكلة. ما انا معايا كله اعلانات كله ده اعلانات. فقره كده انا عامل ده هي فقره ما اقدرش اغيرها هي انا بحاول ادور على اي جزء صغير اسجل منه غير ماشي فاهم. اصل الاعلانات دي تخص ما انا فاهم انا فاهم. احنا لازم نحل بقى شكل عايزين نجيب مكان عشان طالع معاك اوكي ماشي شوف اللي عايز تعمله على المكان ده اه يا فكره خلاص مين ده بقى صباحين صباحي طب شويه ده نتكلم بقى نقول ايه؟ نتكلم بقى عن المحاضرات كاميرا مش الفشل كويس الورقه لا لا العسل ده مش ده حاول اجيب لك جزء من الطاقه اللي جنبك اللي دي يبقى جنبك. اتفضل. اهلا وسهلا بكم في برنامج يوم النسوة. حضراتكم شرفتونا النهارده ان برنامج القناه 7. اهلا وسهلا بحضراتكم عندنا فرعنا على اسيوط دكتور اوبتكس. احنا النهارده بنرحب بيكم. احنا مبسوطين جدا بحضراتكم انضميتوا معانا وحضراتكم عايزين معلومات عن النظارات الشمسيه موديلات 2011. النظارات الشمسيه نازله باذن الله ان شاء الله عندنا فرعنا اوريجينال عباره عن نظارات جديده عليها نظارتها وعليها البايندنج بتاعها. النظارات تمام بتحافظ العين من الاشعه فوق البنفسجيه واليوفي بروتكشن. حضرتك كمان عندنا الموديلات نازله الماسكات الكبيره عندها الاستراسات دي برضه مدينها شكل جمالي زي ما حضرتك شايفين اهو. ده ماركات جميله جدا والنظاره الشمسيه مهمه جدا في الموسم الصيفي اللي احنا فيه ده. ايه خطر ان احنا نلبس نظاره مش الخطر اللي احنا نلبس نظاره مش اوريجينال تماما. النظارات اللي مش اوريجينال بتكون مصنوعه من مواد مش صحيه للصحه مش صحيه للعين. اما النظارات دي مصنوعه من مواد بوليكاربونات. المواد دي بتحافظ على العين وتخلي العين واضحه برضه وتحافظ على العين من تحت العدسه والكلام ده كله وتحافظ برضه من العين من الاشعه الضاره من البروتكشن. اشهر الموديلات اللي نازله في 2012 اشهر الموديلات اللي نازله في الحاجات الحقيقيه في حاجات اللي هي الماسكات الكبيره بتكون عامله كلوز على العين بتقفل العين وبتحافظ برضه على العين في نفس الوقت. واحنا بنحاول برضه نقدم اكفأ الراحه وانظف الحاجات اللي موجوده عندنا عشان ندي مساعدات جميله جدا في الحفاظ على العين والنظر. هل في خصومات مع اول الصيف ولا؟ طبعا في حضرتك عندنا خصومات بتتراوح من 20% ل 25% 30%. بنبقى عاملين خصم 50% لشتاء 2010 وصيف 2011. تحت امرك شرفتونا على في عندنا برضه لازم تعرف زي الفل جميل طبعا حاجه كمان عندنا برضه حاجه بالنسبه للالوانات هي الالوان نفس اللون في حاجات جراريه بس طبعا دي حنان دي رؤيتي. في برضه عندنا حاجه في كاس بلس في مسكوت برضه دي بقى بحيث ما تبقاش عشان تبرر. انا عايزه حضرتك تقولي لي ايه واحده من الحاجات اي موديل يعني المحجبات كل الموديلات اللي نازله في عليهم في حاجات ما تنفعش ممكن تبقى شايله مع الحجاب. في حاجات اللي هي بتبقى مثلا فيها استقص حتى في البياع كده زي كده مثلا بتبقى بتفضل ان هي تبقى في الحاجات اللي هي بشعر بالظبط من غير محجب. لكن في حاجات بتبقى من استقصات زي كده مثلا بتنفع طبعا الحاجات اللي هي الطرق. طب هل
ممكن يفرق في لبس النضاره، الواحده وشها مدور او وشها صغير شويه، ده بيفرق ولا كل الموديلات أي هو وش؟ حاليا بتبقى الحاجات الكبيره كلها بتمشي على اي وش. الحاجات الكبيره كلها حاليا اللي هي كبيره بتمشي على اي وش، مش شرط يكون كبير او صغير او مدور، اي الحاجات الكبيره كلها بتمشي على اي وش. طب هي الاحجام الكبيره دي فئه عمريه معينه ترفضها ولا يعني مختلف الاعمار بالنسبه؟ لا بتختلف طبعا، في حاجات بتبقى مدنيات شويه وفي حاجات بتبقى مثلا بناتي. زي ايه يعني بنات يلبسوا مثلا موديل ايه؟ يعني في العشرينات مثلا بيبقى اكتر اقبالهم على ايه؟ بتبقى حاجات صغيره، حاجات صغيره. البنات صغيره ما بتبقاش كبيره قوي. في مدامات برضه في حاجات كبيره بيبقى فيها ستريس. اللي هم الاربعينات هم بالظبط بتحب يبقى في حاجه ستريسات اللي برضه بيفضلوا الحجم الكبير. كبير بالظبط برضه، عشان الاساسي يعني احيانا بتبقى الوش نفسه كبير شويه فبتحتاج انها تاخد حاجه كبيره عشان تبقى قافله على وشها كله، لكن ما تدخلهاش اي في حاجه قالت كده تمام. شكرا.